السؤال اللي دايما تلاقيه بيجي في بالك وهو ايه الحاجة اللي بتخلينا نفضل ماسكين التليفون لفترات طويلة جدا؟ في الحلقة دي هنحاول نفهم ايه الاسباب اللي بتخلينا نعمل كده، ايه الحاجة اللي بتخلينا اللي احنا ما نقدرش نستغنى عن التليفون وبنفضل قاعدين عليه طول النهار. يلا بينا. معظم التطبيقات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي زي انستجرام، فيسبوك، تيك توك مصممة بطريقة ذكية جدا. الفكرة ان التطبيقات دي بتستخدم الانفاينيت سكرول، يعني انت بتفضل تسحب الشاشة كده لتحت بشكل لا نهائي، وكل مرة طبعا بتلاقي محتوى جديد. ده طبعا بيخلي عقلك مستعد دايما للمزيد من المعلومات، وبتفضل بقى حضرتك ماسك التليفون لفترات اطول. كل مرة بقى بتشوف اشعار، لايك او تعليق جديد، مخنا بيفرز هرمون اسمه الدوبامين. الهرمون ده هو اللي بيعتبر جزء اساسي من احساس السعادة، وكل بقى ما بتحس بشوية سعادة من لايك او تعليق ايجابي بترجع تاني للتطبيقات دي عشان تكرر نفس التجربة. في اوقات كتير جدا بنلاقي نفسنا بنستخدم التليفون عشان نهرب من الملل او الضغوطات اليومية. في ناس كتير قوي بيحسوا ان هم لو هم مش متصلين بالسوشيال ميديا هيبقوا طبعا معزولين عن العالم. دايما كده بيبقى عندهم خوف من فقدان اي حاجة جديدة بتحصل، او ما يعرف بالفير اوف ميسنج اوت. الخوف ده طبعا بيخلينا نفضل ماسكين التليفون ونفضل مستمرين عليه لفترات اطول، عشان طبعا مش عايزين اي حاجة جديدة ان هي تفوتنا. على الرغم بقى من ان احنا بنستخدم التليفون كوسيلة للهروب، الا ان السوشيال ميديا ممكن تزود القلق والتوتر، وده بقى بيحصل لانك دايما في مقارنة بين حياتك وحياة الناس التانية اللي انت بتشوفهم على الانترنت، وده ممكن يخلق احساس بعدم الرضا عن حياتك الشخصية. على الرغم بقى من ان احنا بنتواصل اكتر مع الناس من خلال التطبيقات دي، الا ان ده بيجي على حساب التواصل الحقيقي وجها لوجه. علاقتنا بقت سطحية اكتر ومبنية على الاشعارات والتعليقات، بدل من ان احنا بنشوف بعض وبنفضل نضحك مع بعض. طيب في النهاية بقى صديقي، عاوز اقول لك ان انا سايب لك حل لادمانك للتليفون، هتلاقيني سايبه لك تحت في التعليقات. ولو انت حسيت ان الاجابه فادتك ادوس اشتراك، ولو انت عندك سؤال عاوزنا ان احنا نعمل عنه حلقه ان شاء الله اكتبه لنا تحت في التعليقات، وخليك جاهز للسؤال الجاي وهتلاقي الاجابه دايما معانا ان شاء الله. كان معاكم حسن رضا، السلام عليكم.